يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. عارفين شفت مين هناك في المعرض؟ شفت اللي بتشتري ومش هاممها الدنيا ومعاها وبتعرف تشتري كويس. وبعدين شفت الخجولة اللي ماشية وسط العارضين ومعاها فلوس بس مش عارفة تشتري حاجة، ما هي خجولة بقى. وبعدين شفت المكسورة اللي محاش وماشية عمالة تلف حواليها وتبص على ده وتبص على ده وشايفة الدنيا بتمشي حواليها وهي مش عارفة تجيب حاجة لأن هي محاش بس نفسها تجيب. ودي بالذات كنت عايزة أقول لها امشي وتفسحي وتفرجي وما يهمكيش، المرة اللي جاية يمكن يكون انت اللي معاكي وانت اللي جاية وانت اللي بتشتري. وبعدين شفت اشطر واحدة بقى هناك اللي بتفاصل، وطبعا احنا عارفين ان هي بتبقى اشطر واحدة وبتبقى قروبة كمان وشاطرة جدا. وشفت كمان اللي بتبص وتتفرج على كل حاجة ومش عاجبها حاجة خالص. وفي المغرورة بقى اللي هي ماشية وسط العارضين كده وهي ماشية وعاجبها نفسها بس هي مش جاية تشتري، هي جاية بس عايزة منظر كده وخلاص. وعلى فكرة شفت بقى هناك كانت أصعب واحدة هناك اللي هي عايزة تشتري وفي الآخر قبل ما تمشي بترجع كل الحاجات اللي جايبها، بس هي نفسيا اشترت خلاص. رجعت، ما هي بتقنع نفسها ان الحاجات دي مش عاجباها وانا عندي وانا احسن، وفي الآخر ما اشترتش حاجة. بس دي في قرارة نفسها ان هي اشترت، بس احنا عارفين ان هي اشترت ورجعت الحاجة. وشفت كمان المنبهرة وشفت كمان المترددة، واكتر واحدة شفتها هناك وده كلنا بنقع في الموقف ده مش هي بس، اللي بتسأل على الاسعار كل شوية. ما هم كمان مش كاتبين الاسعار، وكمان كل شوية يقولك اصل هي عليها خصم، اصل هي مش عارف كانت ايه، اصل طب ما تكتبوا الخصم، احنا مش عارفين دلوقتي، ما تكتبوا المبلغ. هي دي اكتر واحدة بتسأل الاسئلة هناك. فطبعا كل ما تسأل كلهم يبصوا لها، هو انت كل شوية تسألي، هو انت مش هتشتري بقى؟ طب يا جماعة ما تكتبوا السعر يمكن اقتنع يمكن اعرف. طب وانتوا ليه مش بتكتبوه؟ ما انتوا اللي عاوزين بقى نوجع دماغكم كل شوية نسألكم، فمن الافضل تكتبوا السعر، ولو هتعملوا عليه خصم كنت عملت الخصم من غير ما تسألكم. هي دي كمان لقيتها هناك. بس بصراحة شفت واحدة عجبتني جدا هناك، انا شخصيا ما اقدرش اعمل زيها. عارفين مين هي؟ اللي بتعرف تفاصل كويس قوي، واقفة وعارفة هي عايزة ايه وعارفة هما مزودين ازاي وعارفة ده يسوى ايه وهي عايزة ايه. فدي عجبتني جدا، بس للأسف انا شخصيا ما بعرفش افاصل، فلو نقدر نتعلم منها وهي بتفاصل ازاي وبتقدر تنزل من السعر اضعاف واضعاف يا ريت كلنا نتعلم منها. اهي دي الشاطرة بجد. في واحدة تانية هناك شفتها بس دي ما عجبتنيش، كل ما تيجي تشتري حاجة ومعاها واحدة صاحبتها تقولها طب ما تاخديها انتي، طب ما تاخديها انتي، هو انتي جاية تجيبيلي ولا تجيبي لنفسك؟ فدي ما عجبتنيش خالص، ما ناخدهاش معانا اصلا دي. في واحدة هناك شفتها وتقريبا كلنا بنقع في نفس الموقف برضو، اللي هي بتسألك هي الحاجة دي لايقة عليا ولا حلوة ولا لا. طب ما في الاخر انت اللي عاوزة مش احنا، كل واحد وليه نظرته. يا ريت تكوني انت اللي مقتنعة بالحاجة وانت اللي ليكي المراية بتاعتك، ما تخليش حد يبص في مرايتك. وفي الاخر المعرض ده لينا كلنا، معانا معناش حلوين مش حلوين كلنا لازم نروح. اهي تمشية زي ما قلنا وبنتبسط، وزي ما قلنا المرة اللي جاية اللي ما جابتش هتجيب واللي ما حاش هيبقى معاها. ويا رب اللي نفسه في حاجة يجيبها، المرة اللي جاية كلكم هتجيبوا اللي نفسكم فيه، ويا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة.